أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم زيارة لمدينة العريش في إطار الزيارة الرسمية رفيعة المستوى التي يجريها الرئيس الفرنسي إلى مصر. وشملت الزيارة تفقد الرئيسين السيسي وماكرون مستشفى العريش ولقائهما بعدد من الجرحى الفلسطينيين لا سيما من النساء والأطفال، وكذا مركز الخدمات اللوجستية التابع للهلال الأحمر المصري المخصص لتجميع المساعدات الإنسانية المقدمة من مصر وكافة الدول الموجهة إلى قطاع غزة. وأكد الرئيس على موقف مصر الراسخ قيادة وشعبا في دعم الأشقاء الفلسطينيين، مشيرا إلى أن مصر تبذل جهودا حثيثة ومساعي دبلوماسية مكثفة بهدف التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة. وفي لفتة وطنية تعكس التلاحم بين الشعب والقيادة، شهدت مدينة العريش مظاهرات حاشدة نظمها المواطنون تعبيرا عن دعمهم الكامل للقيادة السياسية المصرية وتقديرا للجهود المبذولة من أجل حماية الأمن القومي. ووجه الرئيس الشكر للجانب الفرنسي على الدعم الذي يقدمه للمساهمة في تقديم الرعاية الطبية اللازمة للجرحى الفلسطينيين. وأكد الرئيسان خلال الزيارة على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار وأهمية العمل على الإسراع في نفاذ المساعدات الإنسانية وضمان حماية المدنيين وعمال الإغاثة، مشددين على رفضهم القاطع لأي محاولات تستهدف تهجير الفلسطينيين من أرضهم.